بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيتك يفيدك. طبعا في ظل التطورات اللي احنا بنشوفها في العالم في الفترة الأخيرة وخصوصا في الشرق الأوسط، كان لازم أدور على حاجة تبقى متماشية مع اللي احنا هنتكلم عليه. يمكن النهاردة أنا بعدت شوية عن موضوع أن أنا أتكلم عن خبر، وراجعت بعض التقارير اللي موجودة فلقيت تقرير عجبني حبيت أشاركه معاكم. هنتكلم عن الاقتصاد العقاري في مصر، وهل نحن على أعتاب أزمة مشابهة لعام 2008؟ في عام 2008 اهتز النظام المالي العالمي بسبب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، والتي بدأت بانفجار فقاعة الإسكان بعد أن بلغت ذروتها بين عامي 2005 و2006. ارتفعت أسعار المنازل بشكل غير مسبوق نتيجة تسهيل الإقراض العقاري، ما دفع أعدادا كبيرة من المواطنين إلى الاقتراض بضمان عقاراتهم. ومع ارتفاع أسعار الفايدة وتزايد العجز عن السداد، انهار السوق العقاري الأمريكي، وتبعه انهيار مالي عالمي طال دولا أوروبية مثل اليونان، البرتغال، أيرلندا، وكاد يدفعها إلى الإفلاس. إذا أسقطنا هذا السيناريو على الواقع المصري في الفترة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، هنقول إن بعض الملامح المتشابهة تلوح في الأفق. فالدولة المصرية تعتمد بشكل كبير على القطاع العقاري كقاطرة للنمو الاقتصادي. قد شهد هذا القطاع في السنوات الأخيرة طفرة عمرانية كبيرة تمثلت في بناء مدن جديدة وتوسع الشركات الخاصة في الاستثمار العقاري، مما أدى إلى وفرة ملحوظة في المعروض، من وحدات سكنية إلى وحدات عقارية كثيرة. لكن على الرغم من هذه الوفرة، واصلت أسعار العقارات ارتفاعها بشكل غير مبرر، حتى أصبح شراء وحدة سكنية خارج قدرة شريحة كبيرة من المواطنين. ووسط استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بدأ السوق في الدخول إلى مرحلة من التباطؤ تنذر بتحول محتمل وركود، خاصة مع انخفاض القدرة الشرائية وغياب الحوافز المالية الكافية. المشكلة الحقيقية هنا بتكمن في أن العقارات لم تعد تشترى بغرض السكن فقط، بل أصبحت ملاذا استثماريا رئيسيا، مما خلق حالة من المضاربة ورفع الأسعار دون وجود طلب فعلي حقيقي، كما حدث في أزمة 2008. مع استمرار هذا النهج مع تزايد المخاوف من أن يلجأ الأفراد إلى الاقتراض بضمان عقاراتهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وهو ما قد يعيدنا إلى دائرة الخطر إن لم تتم معالجة هذه الاختلالات سريعا. أعيد تاني، إن لم تتم معالجة هذه الاختلالات سريعا. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تدخل حكومي متوازن يشمل نقطة واثنين وثلاثة. أولهم تقديم حوافز ضريبية مشروطة لشركات التطوير العقاري تتناسب مع حجم انخفاض في الأسعار. رقم 2 خفض أسعار الفائدة تدريجيا، وده يمكن لاحظناه في الفترة الأخيرة لتحفيز الطلب وتنشيط السوق. رقم 3 تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لتخفيف الضغط على العقارات كخيار استثماري وحيد. رقم 4 مواجهة ظاهرة المضاربة العقارية من خلال إجراءات تنظيمية تقلل من ارتفاع الأسعار غير المبرر. ختاما، أرجو الحفاظ على التوازن في السوق العقاري، وهو أمر ضروري جدا 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 للأمن والاقتصاد الكلي. ودون إصلاح حقيقي لهذا القطاع لا قدر الله قد نجد أنفسنا أمام أزمة غير مسبوقة في المستقبل القريب. طيب كده أنا لفت نظركم لأزمة لا قدر الله. دايما بحاول أستبق الأمور وأتكلم في الحاجات اللي لا قدر الله أنا ممكن أبقى خايف إن هي تحصل، وبنوجه عناية السادة المسؤولين إليها. تعالوا نروح للأزمة اللي احنا عايشينها اليومين دول، واللي بجد بجد تأثيرها مخيف جدا 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 على كل المجالات. وبما إننا مسؤولين عن المجال العقاري، عايزين نعرف يا ترى إزاي الصراع ده هيأثر على أسعار العقارات في مصر، وهل لا قدر الله
احنا داخلين على موجة غلاء جديد، سواء في الاسمنت او الحديد او الخامات بتاعه العقارات، وايه اللي مستنينا في النص الثاني من 2025 وفي المستقبل القريب. بعد الفاصل ان شاء الله معانا مداخله مهمه جدا، ومعانا خبير كبير في المجال، معانا حد دارس وفاهم وهو هيقول ايه. طبعا كالعاده المستشار اسامه سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفه صناعه التطوير العقاري باتحاد الصناعات، اللي هيشاركنا رؤيته وتحليله للسوق ويفتح لنا باب الامل وسط التحديات اللي احنا بنمر بيها. خليكم معانا، هنطلع فاصل ونرجع على طول. برحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، ويلا بينا نبدا حلقتنا. وهيكون معانا دلوقتي المستشار اسامه سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفه صناعه التطوير العقاري باتحاد الصناعات. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتور مجدي. منورنا يا سياده المستشار. الله يخليك يا فندم، اهلا بحضرتك واهلا بجمهورك المشاهدين. في البدايه يا فندم، حضرتك اكيد شايف اللي بيحصل في الفتره الاخيره والحرب الدايره اللي ما بين اكتر من اتجاه، يعني ما بقيناش عارفين الحرب دي تاثيرها هيكون على مين وفين وازاي. فيا ترى هل ده هيكون ليه تاثير مباشر على سوق العقارات في مصر؟ في الحقيقه انت عارف حضرتك ان طبعا العقار بيدخل فيه مجموعه كبيره جدا من مدخلات البناء، ومعظمها بيتاثر. في جزء منها بيبقى داخل صناعه مصريه، وجزء منها بيتاثر طبقا لحجم الطلب والعرض والكلام اللي هو احنا متوقعينه. يعني بنقول طبعا هيبقى في تاثير، وممكن يكون التاثير بردك عالي، يعني تزداد الاسعار في مواد البناء بصوره ملحوظه، وبالتالي هيزداد سعر مواد المنتج نفسه اللي هو العقار باي صوره من صوره، سواء سكني او اداري او تجاري. طيب ده اكيد هيكون ليه تاثير على قرارات الشراء. حقيقي الاحتياج عندنا ما زال عالي جدا. صحيح يمكن تكون القدره الماليه بتاعت المواطن المصري ما بتسمحش ان هو يجابه التغيرات العنيفه بتاع سوق العقار، ولكن هو حضرتك المنتج بتاعنا هو كده، يعني بيفضل مرتفع وبيستمر في الارتفاع، لانه زي ما بقول لحضرتك هو نتاج مجموعه من المدخلات. فالمدخلات بكل الصور بترتفع القيمه بتاعتها، وبالتالي هو المستثمر او المطور مش هيبيع بالخساره، هو ليه نسبه ربح معين، لازم نسبه الربح دي تبقى اعلى من السعر اللي هو مطروح في للبنوك يعني، وبالتالي هيرتفع العقار مما لا شك فيه. يعني هو اللي طبعا الحرب اللي بتدور حاليا في المنطقه يعني بتنتج اثارها حتى في الناس اللي هم مستثمرين. يعني تكاد تكون عدد الرحلات اللي بتقدم من الدول اللي حوالينا العربيه او ما شابه ذلك يتضاعف يوميا يعني، وحتى التحويلات من المدخلات في البنوك من رجال الاعمال اللي خارج مصر برضك بتتضاعف القيمه بتاعتها، وبالتالي الناس دي لما بتنزل مصر بتبقى عندها حاجه من الاثنين، يا اما عايز يعمل صناعه جديده سواء اذا كانت اي نوع من انواع الصناعه، او ان هو بيبتدي يشتري وحدات ويقطن بقى، لان اتضح الامر ان هي المنطقه بتاعتنا او على وجه الخصوص اراضي جمهوريه مصر العربيه اكثر الاراضي امانا لمجموعه كبيره يعني من الظروف اللي هي للاسف يعني احتطنا لها من فتره طويله يعني. فبالتالي بردك هيبقى في ضخ تاني من فلوس واشخاص قد تكون مستثمرين نعلمهم احنا اسما، يعني هينزلوا ويتوجهوا عندنا عشان يبتدوا يشتغلوا في القطاع بتاعنا، القطاع العقاري. ده ممتاز، ونتمنى دايما يكون مصر في ازدهار، وزي ما حضرتك قلت يا رب دايما تكون مصر اكثر الدول امانا واكثر الدول استقرارا. بس هل النهارده انا كمطور، تعالى نشارك بعضينا كده، انا مطور المفروض ان انا في ظل التطورات والمتغيرات اللي بتحصل ديت انا بتحوط، احنا يمكن اتكلمنا في الموضوع ده كتير، ازاي بقى ابقى اكثر تحوط في الفتره اللي جايه نتيجه الاحداث اللي بتحدث دي يا فندم؟ بص حضرتك، احنا طبعا في الاحداث اللي احنا فيها دلوقتي، وعلى وجه الخصوص اللي هي يعني الحرب الايرانيه الاسرائيليه، اسرائيل وايران بينهم وبين بعض، يعني دي هتنعكس على حاجتين. اول حاجه هتنعكس فيها الذهب. يعني اعتقد ان الذهب القيمه بتاعته هترتفع ارتفاع ملحوظ، لان طبعا قد يكون السبب في الناس هتبتدي تتحرك من بعض المجموعه من الدول وتاخد المدخرات بتاعتها وتنزل بيها لاي بلد تكون امان، او تكون تقدر تحقق فيها قدر من الاستقرار، زي ما حصل في البلاد قبل كده من اللي حوالينا يعني.
تاني حاجة بيبتدي هو يبتدي يتوجه ان هو عايز يقطن في البلد دي. حاجة من الاثنين، اما بيشتري وحدة، بيتملك وحدة يعني عشان يستقر فيها، واحنا عندنا قوانين بتديهم المساحة بتاعت اما ياخد اقامة او ياخد جنسية، وبالتالي الاذرع بتاعتنا مفتوحة. انا بقول لحضرتك في خلال الفترة البسيطة اللي فاتت دي في رحلات تضاعفت، وبقت اسر بتاعت رجال اعمال كتير، الاسر نفسها اتحركت بقت عندنا هنا في مصر. وبرضك رجال اعمال حولوا مجموعة من يعني من مدخراتهم او رؤوس اموالهم، بيبتدوا يحولوها لمصر. وبالتالي التوجه حضرتك ما هوش يعني احنا بالنسبه لنا الوضع بالنسبه لنا في الصاعد مش في النازل. كنا ان المطور بقى يحتاط، هو احنا عندنا مطورين نتيجه للازمات السابقه اللي مروا بيها، فهم بصوره عامه عندهم مجموعه من الوسائل اللي بيدافعوا بيها عن نفسهم، اللي هو بيبتدي لما يمسك مشروع بيقيم الدفعه الاولانيه اللي هي ال 20% وال 25%، يبتدي يطرحها وما بيطرحش وما بيسعرش الدفعات اللي قبل كده، بيسعرها طبقا للسوق وطبقا للتغيرات اللي تحدث في الصناعه نفسها. وبالتالي هو بيأمن نفسه بالطريقه دي، بحيث ان ايه لو الربح بتاعه قل في المرحله بيعوضه في المرحله اللي بعديها وبالمرحله اللي بعديها واللي بعديها. طيب بطء البناء، احنا ملاحظين في مصر عندنا مشكلة عامة من زمن الزمن بنعاني منها، بطء التنفيذ. هل في فترة زي ديت بطء التنفيذ ينفع، ولا المفروض ان يكون في سرعة في التنفيذ اكتر؟ والله بص، انا هكلم حضرتك على شقين. هو خلاص المطور بقى بيجتهد انه عايز ينفذ بسرعه عشان يعني تخوفا من اللي جاي في مش حاصل والله يا سيادة المستشار، ما انا لولا ذلك ما ناقشتش معاك الموقف. احنا عندنا تأخيرات فظيعة في مصر. ولكن هقول لحضرتك حاجه تانية. الضغط على مواد البناء بيدي في بعض الحالات استحاله ان هو يقدر ينفذ العمل كله ككل. وفي المرحله اللي جايه برضك هتكون في خطوره جدا على يعني مواد البناء انها توفي بالاحتياجات الطلب اللي عليها. وبالتالي الناس رجال الاعمال اللي هم نازلين قدر كبير منهم هيفكر ان هو يفتح حاجات خاصه بامدادات لمواد البناء، لان بقى مشروع بالنسبه لنا هيبقى مربح جدا. وفي المرحله اللي جايه سواء احنا داخلين على مجموعه اعمارات من الدول اللي حوالينا، وبالتالي هيبقى في ضغط رهيب على مواد البناء، وبالتالي هيتطلب اننا يتعمل مصانع جديده على كل يعني على كل المدخلات نفسها، حتى بما فيها حتى اللي هي الاسلاك الكهربائيه يعني وما شابه ذلك. جميل. طيب انا بقى هنا هروح لنقطة مهمة، السؤال اللي تقريبا بتسأله كل يوم. احنا عندنا كذا استثمار في مصر، عندنا ذهب، عندنا عقار، عندنا بورصة، عندنا اكثر من حاجة متواجدة في مصر. العقار بيمثل ملاذ آمن في وسط الحاجات دي، ولا بدأ يتغير بسبب الحاجات اللي بتحدث الآن في المنطقة؟ هو علشان برضك انا ما زلت بقول ان العقار حضرتك هو الحاجه الوحيده اللي بتدي قيم حقيقيه بجميع السبل. ما هيش يعني ايه قيم حقيقيه؟ يعني هدي حضرتك مثل بسيط. القبل نبتدي نتكلم في حته معينه بالنسبه لموضوع الذهب. الذهب حضرتك هيرتفع، بس هيرتفع نتيجه لان في حرب الجوار للمنطقه اللي حوالينا. الناس هتحاول تحول العمله بتاعتها لذهب عشان تنزل بيها للبلاد الامنه، لقد نكون احدى هذه الدول الامنه. فبالتالي قيمه الذهب هترتفع، وهيبتدي يبقى في تحرك في الذهب بصوره معينه حسب العرض والطلب واللي جاي لينا، او اللي موجود بره اللي عايزين يحولوا فلوسهم يعني من العمله بتاعتهم لذهب. لان انت عارف حضرتك ميزه الذهب عن العقار حاجه واحده بس، ان هو يسهل تحويلها بصوره سريعه ويسهل نقلها من مكان لمكان. زي ما حضرتك عارف دي الفرق بين الذهب. اما بالنسبه للعقار فهو العقار هو داخل البلد هو ملاذ امن 100%، لان هو عمر ما قيمه العقار هتنخفض، بل بالعكس هو في تصاعد نتيجه للمدخلات اللي بتتغير كل يوم ونتيجه لشده الطلب عليه. وبالتالي العقار هيفضل طول عمره ملاذ امن ومربح للاشخاص، على شرط ان هو ما يشتريش الوحده النهارده يتعاقد عليها النهارده ويفكر يبيعها بكره. يعني لازم الوحده تاخد وقتها علشان تمر المرحله بتاعه التنميه للمكان اللي هو فيها والمنطقه اللي حواليها، وبالتالي بتضاعف قيمه المكاسب بتاعتها لو هذا تم. خلينا نستفاد من وجود حضرتك معايا واسالك سريعا، طب ايه اللي ممكن الدوله او غرفه التطوير العقاري تعمله عشان تقلل من ضرر ممكن لا قدر الله يحدث بسبب التوترات اللي حاصله ديت؟ ايه الخطط البديله؟ ايه الدعم المحتمل للمطورين؟ ايه الحاجات اللي ممكن الدوله تقدمها في الفتره زي دي؟
بص، انا مش هضحك على حضرتك، انا هقول لحضرتك حاجه بامانه. احنا يعني الغرفه مع القطاع الحكومي، سواء اذا كان دوله رئيس الوزراء او وزير الاسكان، في تعاون مستمر باننا بنحط كل امر بنلاقي ان هو من شأن ان هو يبطئ او ان هو يعوق او هو يعرقل مسيره التنميه العمرانيه في مصر، على طول بنرفعها لوزير الاسكان ودوله رئيس الوزراء. بس بنرفعها بحلول، يعني مش بنرفعها كمشكله. بنشوف الامر ده يتحل ازاي، لان احنا عندنا شيوخ القطاع نفسه، ناس شغاله بقى لها فوق في ناس 50 سنه وفي ناس 40 سنه وناس 35 سنه، فبيبقوا عارفين ايه هي الحلول اللي بتطرح. بنحط الحلول بتاعه الازمه ونرفعها لدوله رئيس الوزراء او وزير الاسكان، وبامانه في نفس الجلسه نفسها بنلاقي حلحله للامر وبتمشي المركب. احنا في ازمات جامده جدا جدا، يعني قد تكون يعني ممكن لو في أي دولة تانية كانت ممكن تعصف بالنشاط نفسه بصورة كاملة، ولكن بنتيجة لتفاعل الحكومة معانا وإحنا بنفس الوقت بنرفع الأمر بالحلول بتاعته، عديناها الحمد لله رب العالمين يعني بخير وسلام. والأمر فيه إن إحنا يعني إحنا بنقول حديث كده يمكن مش الناس مش قادرة تفهمه. إحنا قبل القيادة السياسية لما تقعد على الكرسي بتاعها كانت نسبة الإعمار في مصر 7%. احنا تشابكنا مع بعض يعني فخامة رئيس الجمهورية حط الخطة بتاعت 2030 ان احنا عايزين نوصل بمستوى الإعمار لنسبة 14%، ودي معناها اننا نضاعف حجم المساحة اللي كانت معمولة من سنين طويلة جدا. في الوقت الزمني القليل جدا اللي هو يعتبر في تاريخ الشعوب قليل جدا ضاعفنا المساحة، وفعلا دلوقتي احنا قبل ما نوصل ل 2030 احنا قربنا نسبة 14%. وده اعتقد يا فندم اي حد بينزل لاراضي جمهوريه مصر العربيه بيلاحظ ان في نسبه اعمار وتغير كامل بصوره رهيبه، وبالتالي نتيجه لتقدير الدوله للنشاط نفسه وعارفه ايه اهميته وعارفه قد ايه هو بيساهم في الاقتصاد بنسبه كبيره جدا، فضلا عن ان هو صناعه كثيفه للعماله، بيمتص قدر كبير جدا من العماله. وبالتالي اي تحديات بتقابلنا بنفكر بهدوء وبنعمل دائرة مستديرة وبنقعد مائدة مستديرة وبنقعد نحط الحلول، والحمد لله بنقابل بتعاون رهيب جدا من الحكومة في هذا الشأن. احنا بنشكر سيادتك سيادة المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعات التطوير العقاري باتحاد الصناعات، واللي شرفنا النهارده واتكلم معانا في نقط مهمة جدا بتشغل البال المصري، خصوصا مع التطورات اللي حادثة في الفترة الحالية. ان شاء الله باذن الله يا رب في الحلقه الجايه واحنا موجودين معاكم يكون الهدوء ساد المنطقه، يكون الوقت اللي جاي بقى افضل، لان بجد كل الناس خايفه، كل الناس حاطه ايديها على قلبها، وخصوصا المستثمرين المصريين وغير المصريين. كنت معاكم مجدي منصور، بشكركم، السلام عليكم ورحمه الله.